بعد ما تجربوا الوصفة دي مش محتاجة منكم غير ان انتوا تكتبوا لي دعوة حلوة في الكومنتات. جربوا الرقاق بالطريقة دي واحكوا لي عن جماله. في طاسة حطيت معلقتين من الزيت ونزلت عليهم بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هشوح اللحمة على نار عالية لحد ما لونها يبدأ يغير. تمام كده كلها لونها غير، هبدأ ان انا انزل بنص كيلو من البصل المفروم. البصل لما بيكون قد اللحمة بيدي تسكيرة حلوة للحمة. شوحت البصل لحد ما دبل، بعدين نزلت ب كوباية من المية، غطيت عليها لحد ما استوت كويس، وبعدين هديها تقليبة وانزل بحوالي 3 فصوص من الثوم المفروم. ريحة الثوم تطلع، بعدين هبدأ ان انا اقلبه مع اللحمة المفرومة. نزلت كمان بملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة، وكمان دبس رمان، بس للأسف الكاميرا كانت مقفولة. سر حلو قوي وتست رهيب. شوية من الكرفس المجفف، ما عندكوش مجفف حطوه فريش عادي. نزلت كمان بشوية مية عشان انا عايزة اللحمة تبقى فيها شوية مية كده سوائل يعني. خلاص كده ركنت اللحمة على جنب، وجهزت الصينية بمعلقة سمنة بلدي حلوة كده وركنتها برضو على جنب. وهنا في الحلة ضفت كوباية كبيرة من الشوربة، كوباية من الحليب، رشة ملح ورشة فلفل اسود. لازم المكونات دي تغلي مع بعضها كويس. وهبدأ ان انا اجيب الرقاق. هطري الرقاق بالشكل ده كده بالخليط اللي عملناه بتاع الشوربة واللبن. جربوا اللبن مع الرقاق يا جماعة، هتحسوا ان انتوا بتاكلوا فطير بالظبط. هرص الرقاق بقى في الصينية، وكل واحدة هحطها هدهنها بالزبدة. انا بحب ادهن ما بين الطبقات بالزبدة، بيديني تيست حلو. هكرر بقى الموضوع دوت لحد ما اكون 5 طبقات من الرقاق. ومهم ندهنه حلو علشان خاطر يورق معانا كده ويبقى تيستو مظبوط. تمام كده عملت الطبقة اللي تحت مكونة من 5 رقاقات، وهنزل بالعصاج. فردت العصاج بالشكل ده كده، بس منجيش على الاطراف قوي. وهكمل 5 طبقات من فوق من الرقاق. تمام كده دي اخر واحدة، هندهنها كويس قوي بقى بالشكل ده. وهبدأ ان انا اغطيها بطبق علشان او باي حاجة مناسبة كده تدخل جوه الصينية، علشان خاطر الرقاق يحن على بعضه. خدوا بالكم انا مش مغرقة الرقاق بالشوربة او التشريبة قوي، هي بس بلة بسيطة كده. غطيت الرقاق بالفويل علشان ما ينشفش، ودخلته على فرن سخن جدا على الارضية، خد لون من الجوانب بالشكل ده كده. طلعته، شلت الفويل ودهنت الوش تاني، وهدخله تحت شواية يعني مايلة للهادي عشان ياخد اللون اللي حضراتكم شايفينه. بيطلع بقى مقرمش من بره وطري من جوه ومورق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، حاجة كده قمر. وكالعادة لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.